مساء الخير. فلتر العطاس على بلف اي بي ام مهم جدا. فلتر العطاس اللي راكب على بلف اي بي ام ما ينفعش يتشال، وما ينفعش الشاحنة تشتغل من غيره، لأنه جزء أساسي من حماية منظومة الهواء بالكامل، وأي لعب فيه بيأثر على الشاحنة كلها. وظيفة الفلتر في منظومة الهواء: الهواء بيطلع من كمبرسور الشحن ويعدي على فلتر العطاس، وبعد كده يدخل على بلف اي بي ام، ومن بلف اي بي ام يطلع على الموزع، وبعدها يوصل على الخزانات. الخزانات دي هي قلب منظومة الهواء، وهي اللي بتغذي جميع بلوف الهواء في الشاحنة: الفرامل، التعليق، الجيربوكس، وكل الأنظمة الهوائية. وظيفة الفلتر هنا إنه يمنع دخول المياه والرطوبة، حفاظاً على الخزان وحفاظاً على جميع البلوف، لأن المياه عدو منظومة الهواء. لما الفلتر يتكتم يحصل إيه؟ لما الفلتر يتكتم الهواء ما يعديش بشكل طبيعي، الشحن يضعف، الضغط يتأخر، ويبدأ يظهر عطل أو خطأ على الشاشة. وفي بعض الحالات الفلتر نفسه يضرب ويتقفل تماماً، وساعتها الشاحنة تحسها مكتومة في الشحن. تأثير الفلتر المسدود على الشاحنة: ضعف شحن الهواء، تأخير امتلاء الخزانات، أعطال ضغط هواء على الشاشة، وأداء مش ثابت للفرامل ولا للأنظمة الهوائية بشكل عام. الحل الصحيح للمشكلة: الحل الوحيد والصحيح تغيير الفلتر، مش تنظيف، مش غسيل. لازم يتغير بفلتر ماركة نظيفة علشان يضمن مرور هواء سليم ومن غير مياه، ويحافظ على الخزان، ويحافظ على جميع البلوف. احنا بنقدم برمجة وبيع ملفات جميع كنترولات فولفو ورينو، ومعدات فولفو وفولفو بنتا، وباصات فولفو هامبعض لأي مكان في العالم. للتواصل: واتساب 015 10 94 09. متاح جميع ملفات الفلاش وبرمجة الكنترولات عن بعد. ولو عايزين توصلكم كل جديد من فيديوهاتنا المميزة، اشتركوا في القناة واعملوا لايك للفيديو.